اكبر غلطه بيقع فيها اي شخص في مجال الاستثمار هو انه بيبقى داخل ما عندوش خطه، ما عندوش هدف. يعني لو جيت سالتك دلوقتي انت ايه هدفك من الاستثمار، ما تقوليش هدفك انك عايز تكسب فلوس، لان مفيش حد عايز يخسر، بس عايز تكسب فلوس قد ايه وعايز تكسب فلوس امتى. ممكن يكون في واحد عايز يعمل دخل شهري بمبلغ معاه، ممكن يكون في واحد عايز يضارب ويعمل تداول سريع، ممكن واحد يكون عايز يسيب فلوسه 10 سنين او 20 سنه. قبل ما تدخل في مجال الاستثمار عموما لازم تحدد وتسال نفسك الاول انت ايه هدفك من ده، او ايه الحاجه اللي بتحوش لها او بتستثمر فلوسك عشانها. لان تاني انك تكسب فلوس ده في حد ذاته مش هدف، هو هدف بس هدف مش كامل. لازم تعرف هتكسب فلوس قد ايه وامتى، وتحط لنفسك خطه واضحه عشان تعرف بالظبط المفروض تعمل ايه وانت بتستثمر. لان على فكره ممكن شخصين يدخلوا يشتروا نفس الحاجه في نفس الوقت، بس عشان الاثنين ما لهمش نفس الاهداف فواحد يخسر وواحد يكسب. طب هو ده ممكن اصلا الاثنين يشتروا نفس الحاجه واحد يكسب وواحد يخسر؟ في الفيديو ده انا مش هقول لك تستثمر ايه، لا انا هقول لك ازاي تفكر كمستثمر صح، هقول لك ازاي تحدد هدفك كمستثمر، وهقول لك كمان ايه انواع المتداولين في السوق وازاي تختار او تحدد انت انهي نوع مناسب معاك اكتر. لان الاستثمار ده او انك تشوف انت المفروض تستثمر في ايه او تستثمر بكام عامل اكنك بتشتري هدوم ليك بالظبط، ممكن حاجه على مقاسك ما تناسبش شخص تاني. وفي الفيديو ده برضه هقول لك ازاي تحط خطه استثماريه كامله حتى لو راس مالك صغير جدا. انا ياسين وهقول لك دلوقتي ازاي تعمل ده بكل سهوله. الاستثمار مش واحد لكل الناس، زي ما قلنا كده ان الاستثمار ده قرار شخصي مبني على كل شخص لوحده، مبني على هدفك اللي انت لازم تحدده كويس جدا قبل ما تدخل او تعمل اي حاجه، وكمان مبني على وقتك. انت عندك وقت قد ايه انك تتابع فيه السوق او تتابع فيه الاخبار او تدخل حتى الصفقات وتخرج منها، وكمان مبني على نفسيتك، لان اكبر عدو لاي مستثمر في الدنيا هي نفسيته. انت ممكن تبقى متاكد من صفقه معينه لكن مشاعر بقى جواك، مثلا الطمع من المشاعر الهدامه جدا اللي ممكن تهاجمك كمستثمر، او خوف زياده عن اللزوم، ممكن تخاف اكتر من اللازم فتخرج مثلا في الوقت اللي انت ما كانش المفروض تخرج فيه. فنفسيتك برضو او نفسيتنا كلنا مش زي بعض، فلازم تعرف نفسيتك كويس قبل ما تستثمر. وطبعا قرار الاستثمار اكيد مبني على راس مالك. ما تجيبش حد مثلا راس ماله 1000 جنيه زي اللي راس ماله 100,000 جنيه زي اللي راس ماله 10 مليون جنيه. اكيد كل واحد بيفكر وبيخاطر بطريقه مختلفه. خلينا نبدا كده باهم خطوه من الخطوات اللي موجوده دي، وهي هدف. لازم تكون صريح مع نفسك كده، اسال نفسك هو انا بستثمر ليه، وحاول تخلي الاجابه واحده من الحاجات اللي موجوده دي. اول حاجه ان انت عايز تحافظ على قيمه فلوسك. يعني مثلا دلوقتي الفلوس قيمتها بتقل وهي موجوده معاك في البيت، لو انت معاك شويه فلوس كده وخايف ان انت قيمتها تقل منك فبتقسمها بطريقه مختلفه عن اللي اهدافه حاجات من التانيه دي، وبتبدا بقى تدور على ادوات تحوط كده او الحاجات اللي بتحافظ على قيمتها، زي مثلا الذهب او اي اصل استثماري مشهور ان هو بيحافظ على القيمه ضد مثلا حركه العمله اللي هو الجنيه مثلا ممكن سعره يقل، او ضد التضخم اللي ممكن يصيب الاقتصاد كله. فاول حاجه لازم تعملها هي تحديد هدفك، ولو هدفك انك عايز تحافظ على قيمه فلوسك فلازم تبص او تدور على الادوات اللي هي بتفيد التحوط او بتفيد حفظ القيمه، زي طبعا اشهر حاجه الذهب او العملات الاحتياطيه، زي مثلا انك تدور انك تحط فلوسك في الدولار او اليورو او اي عمله احتياطيه في العالم. تاني هدف بقى ان انت بتبقى عايز دخل جانبي. الدخل الجانبي ده ممكن تجيبه بطريقتين. لو انت مثلا معاك فلوس كتير او رقم كبير مثلا في الاستثمار، ممكن تحط الفلوس دي في مكان او زي شهاده البنك كده او في صناديق نقديه او في اي حاجه بتدر عائد دايما او دايما بتدخل لك فلوس. ممكن الاسهم اللي بتوزع برضو ربحيه دائمه او اللي بتفضل توزع ارباح طول ما انت ممتلك للسهم. تاني حاجه بقى ان انت اصلا يكون مش معاك راس مال كبير بس عشان عايز دخل جانبي، ممكن انك تعمل مضاربه سريعه او اللي بنسميه سكالبنج اللي هو الخطف السريع. ممكن تدخل في سهم وتخرج منه في وقت قصير جدا، يعني ممكن يومين ثلاثه او حتى في نفس اليوم او في نفس الجلسه تشتري حاجه وتخرج منها على طول، تعمل خطف سريع كده وتكسب مكاسب صغيره، بس المكاسب الصغيره دي كتير فعلى المدى الطويل تعمل لك دخل جانبي او ربح تراكمي عالي. اما بقى انك عايز تكون ثروه على المدى البعيد. لو انت مستثمر بقى عايز تكون ثروه على المدى البعيد فبتسيب الفلوس تشتغل، بتحط مثلا مبلغ مالي كل شهر وبترتاح. وده اكتر نوع اصلا مش بيبقى متوتر دايما لما بيبقى في حاجات بتحصل، لانه سايب فلوسه على المدى الطويل وهدفه انه يوصل لثروه كبيره لكن بعد سنين كتير. فافتكر ان كل اجابه من دول ليها ادوات مختلفه، فلو دخلت في اداه استثماريه مش بتحقق هدفك من الاهداف دي فغالبا النتيجه هتكون هتخسر حتى لو في حد تاني بيكسب منها. لان لو انت غرضك انك تخطف مثلا خطفه سريعه وتاخد شويه مكسب وتجري، وقررت انك تشتري ذهب في وقت معين
وكان على حظك بقى ان الوقت ده كان الذهب بيعمل ارتداد او بيعمل نزول تصحيحي صغير. ممكن شخص تاني اشترى الذهب معاك في نفس الوقت لكن هو محتاج المكسب على مدى طويل فسابه خالص لحد ما بدأ ان هو يكسب منه وبعدين باعه. انت كنت محتاج الفلوس في وقت قبلها فسحبتها. فحدد هدفك على اساس اهدافك انت وما تبصش لاي حد، لان مش كل الادوات الاستثماريه هتنفع لهدفك انت. تاني حاجه بقى لازم تحددها في الخطه بتاعتك، انت انهي نوع متداول. في 3 انواع رئيسيه من المتداولين. اول نوع هو الداي تريدر او المتداول اليومي اللي بنسميه برضه سكالبر. المتداول اليومي ده اخطر نوع من انواع المتداولين الموجودين او المستثمرين اللي موجودين، ده لانه بيبقى داخل الصفقه وممكن يطلع منها في نفس اليوم، فطبعا محتاج خبره عاليه جدا وكمان محتاج وقت كبير للدراسه في التحليل الفني والتحليل الاساسي، وكمان محتاج راس مال كويس ان هو يعمل بيه العمليه اللي بيعملها دي. النوع الثاني بقى اللي هو الانفستور. الانفستور ده شخص بيستثمر سنين طويله وغالبا بيكون محدد هدفه ان هو شخص بيبني ثروه على المدى الطويل، فمش بيكون محتاج قوي ان هو يفضل متابع حركات السوق، مش مهتم قوي بالحركه اليوميه او اي ارتداد بسيط ممكن يحصل في السعر، لانه بيسيب الفلوس بتاعته الاداه الاستثماريه سنين طويله، فمش بيتاثر بالنزولات البسيطه او الطفيفه اللي بتحصل في حركه السعر. لكن طبعا عشان تكون انفستور محتاج صبر كبير ومحتاج التزام، واهم حاجه محتاج ان الفلوس اللي انت بتحطها في الادوات الاستثماريه دي ما تكونش محتاجها خالص على المدى الطويل. النوع الثالث بقى هو السوينج تريدر. السوينج تريدر ممكن نعتبره ما بين الانفستور وما بين الداي تريدر او المتداول اليومي، حاجه كده في النص. فبما ان هو في النص فممكن الصفقه بتاعته تقعد اسابيع او حتى توصل لشهر او 2، لكن هو بيكون داخل الصفقه دي على اتجاه واضح هو محلله او محدده. فطبعا السوينج تريدر محتاج متابعه والتزام، لكن اقل شويه من المتابعه اللي محتاجها الداي تريدر المتداول اليومي، وكمان اكتر شويه من المتابعه اللي محتاجها الانفستور. فهو ما بينهم كمان ومتابعه الاخبار وتحليلات السهم. وطبعا عشان تختار انت انهي نوع من الثلاث انواع دول لازم تكون محدد هدفك الاول، لان على اساس هدفك اللي في الاول انت ممكن بكل سهوله تلاقي نوع المستثمر اللي انت عايز تكونه واضح قدامك. فمثلا لو عايز تعمل دخل جانبي فغالبا لو انت مش معاك راس مال كبير هتدور ان انت تكون متداول يومي، اما لو انت عايز تبني ثروه على المدى الطويل فغالبا هتكون انفستور. وبرضه على حسب هدفك بالظبط، ممكن لو انت عندك وقت شويه او لو عندك مقومات ان انت ممكن يبقى عندك وقت تتابع الاسواق شويه، ممكن تفضل انك تبقى سوينج تريدر عن ان انت تكون انفستور. اللي هو الانفستور ممكن يحط فلوس ويسيبها خالص، لا انا ممكن اكون سوينج تريدر عشان عندي وقت اتابع شويه، بس مش بنفس الوقت او بنفس المجهود اللي هيعمله المتداول اليومي، بس اقدر ان انا اوازن كده عشان احقق ارباح اعلى شويه من اللي يحققها المستثمر او الانفستور. بص الحته دي غالبا محدش هيقولها لك، وهي ان راس المال الصغير اللي معاك مش هيحقق لك ارباح كتير. اي حد بيقول لك ان راس المال الصغير اللي معاك ده ممكن يبقى 100 مليون جنيه والحاجات دي، ده صعب جدا. وكمان عشان تعمل ده بسرعه فغالبا هتعمل حاجه غلط، او غالبا اصلا الحاجه دي مش هتنجح او بتنجح مره في المليون. بس برضو اللي محدش هيقول لك عليه ان راس المال الصغير ده ممكن يعمل معجزه على المدى الطويل. وده مش كلامي انا، ده كلام اينشتاين لما كان بيتكلم عن الفايده المركبه، او ان انت بتحط فلوس قليله وبعدين بتزودها وبتزودها لحد ما الفوائد اللي عليها بتتراكم وبتبقى مبلغ كبير جدا. فراس المال الصغير مش مشكله، لكن لو اتعاملت معاه غلط ان انت عايز تكبره بسرعه ده اللي هيكون مشكله. لان مثلا انت لو معاك بتستثمر 1000 جنيه وال1000 جنيه دي بعد شهر حطيتها في شويه ادوات استثماريه بقت 1200 جنيه، ما تبصش ان انت كسبت 200 جنيه بس، انت عملت 20% في شهر. دي حاجه اعجازيه، دي حاجه قويه جدا جدا. مستثمرين كبار حوالين العالم شايفين ان النسبه دي عاليه جدا ان انت تعمل رقم زي ده في الشهر. فانت وانت بتتعامل مع راس المال الصغير حاول دايما تبص على النسبه المئويه اللي انت كسبتها، ما تبصش على الرقم اللي انت كسبته كفلوس. وخلي دايما عندك هدف كده وانت راس مالك صغير، ان انت عايز تعيش في السوق، مش ان انت عايز تعمل ضربه وتخرج. فراس المال الصغير مش محتاج مخاطره، هو محتاج هدوء، محتاج صبر وتراكم ارباح اللي هيحصل عليه. طيب يلا بينا بقى نحط خطه استثماريه، او نبدا نحط خطه استثماريه كده لنفسنا. يعني هنبدا ب5 اسئله بس نجاوب عليها. السؤال الاول هدفي ايه؟ ده مهم جدا ويعتبر اهم سؤال في الخطه كلها. السؤال الثاني بقى هسيب الفلوس قد ايه؟ المده الزمنيه اللي انا عايز اسيب الفلوس فيها. السؤال الثالث بقى اقدر اتحمل خساره قد ايه؟ لان دي برضو احنا مش زي بعض. احنا ممكن انا وانت نكون احنا الاثنين بنستثمر 10000 جنيه، لكن انا ما اقدرش اتحمل خساره غير 1000 جنيه، انت تقدر تحمل خساره 5000 جنيه. فكل واحد فينا عنده مقدره على تحمل الخساره مختلفه عن الثاني. سواء بقى المقدره دي مثلا احتياج عندك ان انا ما اقدرش فعلا استغنى عن الفلوس دي،
او المقدره دي تكون نفسيه، في ناس بتخاف تخسر او ما بتحبش الخساره نهائي، فعلى اساس نسبه المخاطره اللي انت تقدر تتحملها برضه هنحط الخطه بتاعتنا. رابع حاجه بقى، هتستثمر قد ايه كل شهر، او هتقدر تزود المبلغ ده قد ايه كل شهر. هل هيبقى المبلغ اللي انت حطيته في البدايه بس، ولا تقدر انك تزوده كل شهر عشان تعمل ارباح تراكميه؟ خامس حاجه بقى، هتقدر تحط وقت قد ايه. تحط وقت انك تراجع الخطه، تحط وقت انك تعمل بحث عن الادوات الاستثماريه. ده سؤال مهم جدا انك تجاوبه في البدايه. لو معاك اجابات الخمس اسئله دول، اوعدك انك هتعمل خطه استثماريه قويه جدا جدا. خلينا نشوف مثال كده لخطه استثماريه على شخص هنسميه دقدق. دقدق مثلا عنده هدف انه يعمل ثروه على المدى الطويل، وكمان عايز يسيب الفلوس سنين طويله جدا ومش فارق معاه الوقت خالص. اما عن تحمل الخساره فهو مش عايز يخسر اكتر من نص راس المال اللي هو بدأ بيه. طب هيقدر يستثمر قد ايه كل شهر؟ دقدق قرر ان هو يستثمر كل شهر 1000 جنيه، وقرر كمان ان هو هيحط يوم كامل كل شهر لمتابعة الاخبار، ان هو يراجع الخطة او يراجع الاصول الاستثمارية اللي هو حاطط فيها فلوسه. بعد ما عرفنا اجابات اسئلة دقدق دي، ممكن نحط له خطة استثمارية جامدة جدا. ممكن نقول له بالظبط هو عايز يشتري قد ايه ذهب كل شهر. ممكن نقول له كمان ايه الشهر اللي هو المفروض يشتري فيه ذهب، وايه الشهر اللي مش المفروض يشتري فيه مثلا صناديق اسهم او صناديق نقدية، لان في فرصة احسن في مكان تاني. فهو بيقدر يتابع كل شهر اخبار الاستثمار او اخبار الادوات اللي هو ممكن يحط فيها فلوسه. فبعد بقى ما تحدد هدفك بالظبط وتحدد نوعك كمتداول مثلا يومي ولا مستثمر ولا سوينج تريدر، ساعتها بس تقدر تحط لنفسك خطه استثماريه واضحه. واكيد اكيد اكيد في خطط استثماريه احسن من خطط تانية، بس الاكيد برضو ان اللي ما بيحطش خطه خالص 100% بيخسر، خصوصا على المدى الطويل. يعني حتى لو ظبطت معاك مره من غير خطه انك عملت ربح، على المدى الطويل مستحيل تكون كسبان لو انت ما عندكش خطه واضحه وصريحه. ففكر في الاستثمار كده اكنه ماراثون مش سباق. يعني مش لازم تعمل مكسب اكتر من اللي حد تاني عمله، او مش لازم تعمل مكسب سريع جدا. لا، الاستثمار ده رحله طويله، ولو معاك راس مال صغير وشويه وقت كده واداره ذكيه هتقدر انك تعمل بيه معجزه. فلو قدرت تجاوب على الاسئله المهمه دي في الخطه الاستثماريه بتاعتك، سيبها في التعليقات عشان اقدر اجاوبك بايه انسب حاجه ممكن ان انت تعملها. وما تنساش تنضم لمجتمعنا على واتساب اللي هتلاقي اللينك بتاعه في البايو. ولو عندك اي سؤال يخص الاستثمار، سيب لي السؤال في التعليقات وانا هرد عليه بنفسي.